الانوار يا كابتن مدحت. ازيك يا عفروت؟ الحمد لله تمام يا كابتن. مضيت خلاص مصر المقاصة؟ الحمد لله. مبروك. مضيت قد ايه يا الله يبارك. عفروت؟ 2 سنين ونص والله يا كابتن. مين بقى اتصل بيك قول لي؟ ما انت عارف بقى يا كابتن لا، كل ما أنا حاجه. الناس عايزه تعرف منك انت. لا والله يا كابتن، هو انا قبل القصه بتاعت منطقه بورسعيد كنت قاعد مع الاستاذ محمد، المدير المالي لشركه المقصه. مهم. كنت قاعد معاهم مخلص معاه كل حاجه، بس حصلت الظروف دي فالدوري وقف، فانا رحت سافرت وجه الموضوع جد تاني، يعني كلموني كلهم وكابتن حسام وكابتن ابراهيم. فقعدت مع الناس وكابتن وليد الهويدي، قعدت معاهم وخلصنا كل حاجه الحمد لله يعني. انت جاي فري؟ انا فري كابتن. جاي فري فري. انت اخر نادي كنت بتلعب له اسمه ايه؟ فكرني يا عفروت. كرباج. اه, احنا كلمناك كنت هناك ها؟ يا كابتن كازاخستان مش كده؟ اذربيجان. اذربيجان. مش هتوحشك اذربيجان؟ والله يا كابتن الجو تلج هناك. جو. وانت بتحب الدفا؟ انا بلدي بقى يا كابتن بقى. قول لي يا عفروتو، اتمرنت مع المقاصة ولا لسه؟ انا يا كابتن النهارده كنت في المباراه بتاعتهم، وان شاء الله هنزل معاهم يوم السبت الجاي ان شاء الله عشان واخدين يوم راحة. جميل. وسعيد بالتجربة دي يا عفروتو؟ والله يا كابتن يعني الواحد يعني بيبقى سعيد لما بيروح نادي محترم وبيبقى قاعد مع ناس محترمه، وغير كده وكده يا كابتن انا كنت حابب ان انا اتمرن مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم. انا حابب ان انا حاسس ان كابتن حسام ممكن يعمل من عفروتو حاجه، حاسس اللي ممكن يرجعني تاني عفروتو، حاسس اللي هو يعرف يحتويني هو وكابتن ابراهيم وفاهمني يعني يا كابتن، يعني في لغه تفاهم ما بيني وما بينهم كده، يعني لما بقعد اتكلم معاهم، لما بقعد يحكوا لي حاجات كده في حياتهم ومروا بتاريخهم ازاي وطلعوا بقوا نجوم ازاي. انا بفرح لما ببقى مع نجم زي كابتن حسام وكابتن ابراهيم. انا شاب صغير يا كابتن ببقى فرحان، انا كنت بتفرج عليهم وببقى فرحان. فما بالك بقى يا كابتن لما تبقى بتلعب كوره والانسان اللي انت بتشجعه وبتحبه بيمرنك وبيقعد يتكلم معاك. فدي انا حاببها بصراحه يا كابتن، اللي انا اتمرن مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم. يلا عايزينك تلعلع كده ونتفرج على حكاياتك الحلوة ان شاء الله يا عفروت. باذن الله يا كابتن. اشكرك يا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا، شكرا.